من مكتب طلة الفني. تعالى اقول لك شويه نصايح تبوظ بيهم شقتك. اول حاجه هتعملها في تشطيب شقتك انك مش هتستخدم منسوب الشرب. طب ازاي؟ وايه هو منسوب الشرب ده اصلا؟ منسوب الشرب هو المرجع اللي بنستخدمه في التشطيب الداخلي علشان نحدد المستوى الافقي والاساسي لكل الاعمال، وبيكون على ارتفاع محدد ابتداء من منسوب الصفر اللي هو على عتبه باب الشقه من بره. وكمان منسوب الشرب مرتبط معاه ارتباط كلي بتاسيسات المطبخ والحمامات وتركيب المواسير. يعني مثلا لو قلت لي عايز تبوظ حمامك، هقول لك مش لازم تلتزم بمنسوب الشرب اصلا وانت بتركب صندوق الدفء، او ما تركزش اصلا هو محطوط على نفس ارتفاع الشرب الاصلي ولا لا. ده انت كمان بتضايق اللي هيستخدم التويليت لانه رجله هتكون قريبه قوي من الارض، وبالتالي الوضع غير مريح وغير متفق مع الستاندرد هيومن دايمنشن. طيب زي ما بوظنا تاسيس السباكه، اكيد مش هنسيب تاسيس الكهرباء في حاله. تعالى اقول لك ازاي نبوظ تاسيس الكهرباء لو ما استخدمناش منسوب الشرب. الشرب بيأثر معايا على تحديد ارتفاعات فتحات البرايز والمفاتيح، يعني لو ما التزمتش بالشرب عمرك ما هتعرف تظبط الارتفاعات الستاندرد. زي مثلا البرايز القريبه من الارض بتكون على ارتفاع 50 سم، اما البرايز العاليه بتكون على ارتفاع 1.20 متر، اما البرايز اللي بتكون في غرف النوم جنب الكومود بتكون على ارتفاع 70 سم. واخيرا ما ننساش مستويات الارض والمناسيب لفراغات الشقه، يعني اكيد منسوب الحمام غير منسوب الصاله، وده بيكون واضح معايا من اول مرحله الخرسانه. بس في الاخر لازم يكونوا كلهم على نفس منسوب التشطيب، واللي بيساعدني في كل ده برضه منسوب الشرب، واللي من غيره ضمنت عدم استواء شقتك كلها. وبس كده انا ضمنت لك انك هتبوظ شقتك. لو عجبتك النصايح دي اوعى تعمل زيها، بس ما تنساش مع طلة لسه في امل. تواصل معانا دلوقتي وهنوصلك لجودة تشطيب بيت احلامك وانت في مكانك. ما تنساش اللايك والفولو وتابعنا في اللي جاي.